برشلونة، ولكن ضربة جزاء تأتي في الوقت المحتسب بدل الضايع. ريال مدريد شوف من كريم بنزيما إلى جرانيرو، العرقلة موجودة، ضربة جزاء أخرى ثانية في المباراة وهي خامسة للريال في هذا الموسم. كل ضربات الجزاء الأربعة سجلت، 3 منها لكريستيانو رونالدو. ضربة جزاء في مباراة اليوم لسيرخيو راموس، فرصة لكريستيانو رونالدو لأن يصل الآن إلى 14 هدف، يتقدم الآن ويسدد جول. يلغيه الحكم ويعيد تنفيذ ضربة الجزاء مرة أخرى. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ لعيبة بلباو ما صدقوا، يبغون ينفذونها على أساس أنه شايف هذه هي. طيب ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ القرار عند حكم المباراة، وكريستيانو رونالدو مرة أخرى يقبل التحدي، يقبل التحدي، يتقدم جول. هدف ثالث لكريستيانو رونالدو، ميسي هاتريك، رونالدو كريستيانو هاتريك، وبالتالي الكلاسيكو قادم ومنتظر. والبرسا يسجل 8 أهداف في مرمى الميريا، لكن الرد يأتي سريعا من الفريق الملكي، 5 أهداف في مرمى نادي بلباو، وهاتريك لميسي وهاتريك كذلك، وتعود صدارة الهدافين إلى من؟ إلى كريستيانو رونالدو. يا جماعة الخير، في 41 مباراة 40 هدفا، صدق أو لا تصدق. ما فعل ذلك دي ستيفانو، ما فعل هذا الرقم بوشكاش، ما فعل هذا الرقم راؤول، وما سجل هذا الرقم المكسيكي الطائر هوغو سانشيز. يفعل ذلك لاعبا كبيرا اسمه كريستيانو رونالدو. 40 هدف في 41 مباراة في الليغا، من يفعل ذلك في كرة القدم الحديثة؟ الديربي انتهى، الكلاسيكو قادم، واليوم هذه المباراة ريال مدريد أيها السيدات والسادة يسجل 5 أهداف كاملة، ويعلن أنه جاهز للسفر إلى أمستردام